القضية ديال اليوم وقعت في تارودانت، مدينة صغيرة وهادئة، ناسها طيبين واجتماعيين. تارودانت كتعني تارودانت، أي بالأمازيغية ولادي مشاو. يحكى أن امرأة كانت كتغسل حوايجها في الواد اللي كيحيط بالمدينة، ولادها كيلعبوا حداها. فاش هاد المرأة غفلات على ولادها لقات الواد داهم وبقات تابعاهم وهي كتغوت وكتقول تارودانت تارودانت، ولادي مشاو ولادي مشاو. لسوء الحظ نهار 20 غشت من سنة 2004 في واحد الصباح وقعت واحد المسألة غريبة ومرعبة. سكان تارودانت ناضوا تلقاو هياكل وعظام بشرية في نفس الواد اللي قريب من سور المدينة القديمة. هاد الواد سميتو الواد الوعر. الأمور روعات هاد المدينة الهادئة والخبار انتشر في المغرب بشكل سريع، لأن الموضوع عنده علاقة بثمانية ديال الأرواح. الهياكل كيبانو صغار غالبا ديال الأطفال. في الحين جات الشرطة والشرطة العلمية وبداو البحث. في البداية رجال الشرطة وضعوا مجموعة من الفرضيات. ممكن الجريمة عندها علاقة بالفقراء اللي كيقلبوا على الكنوز، ممكن جدا أن الجريمة تكون عندها علاقة بتجارة الأعضاء البشرية، وربما الجريمة عندها علاقة بشي بيدوفيل كيغتصب الأطفال وكيقتلهم. عمليا رجال الأمن داروا جوج حوايج. أول حاجة خداو البقايا ديال العظام ودوها لمختبر التحليل الجنائي. الحاجة الثانية بداو كيقلبوا في مسرح الجريمة على شي دليل لعل وعسى يعطيهم راس الخيط اللي يتبعوه في البحث. بعد يوم كامل ديال البحث لقاو واحد الميكا شكوا فيها وقلبوها مزيان ولقاو فيها سمية ديال جمعية خيرية. مشاو مباشرة وبداو تردد نحو مقر الجمعية. تم استنطاق جميع الأعضاء ديالها وأي واحد عنده علاقة بالجمعية. توجهوا أيضا عن الشخص اللي كيقاد لهم البلاستيك. في الآخر النتائج كانت عادية وكل شيء كيبان طبيعي وكل شيء خارج من دائرة الشبهة، وحتى واحد ما شكات فيه الشرطة، وبالتالي الخيط ديال الميكا والجمعية ما كانت عنده حتى نتيجة. في المقابل خرجت نتائج تحليل جنائي. نتيجة كتقول أن دوك البقايا ديال العظام هي بقايا ديال 9 مراهقين وأطفال في العمر ديالهم بين 11 و 17 سنة. عرفوا أيضا أنهم ميتين تقريبا هذه 3 سنين، وحتى التربة العالقة داخل العظام هي ماشي ديال الواد وإنما هي تربة فيها بقايا ديال البني. بالنسبة لرجال الأمن اللي مسؤولين على مسرح الجريمة رجعوا لنفس المكان باش يقلبوا على دليل آخر وخا يكون بسيط يبنيو عليه فرضية أخرى. اللحظة فاش كانوا كيغادروا مسرح الجريمة واحد من رجال الأمن بانت ليه ورقة مقطعة من مذكرة. فوق الورقة مكتوب رقم 12 يعني يوم 12 من الشهر، وهذا هو التقسيم اللي كيكون في المذكرات عادة. مكتوب أيضا فيها بخط رديء الهادي أو الحاضي لأنها كانت مكتوبة بالفرنسية. أهم حاجة واللي ثارت الانتباه هي عبارة أقسم بالله حتى ننتقم. كان أيضا مكتوب في نفس الورقة أديداس واللي هي الماركة الرياضية المعروفة ورقم 5 3 ديال المرات. الشرطة لقات راس خيط آخر اللي تقدر تتبعو، مي خاصها دابا تحدد المكان المشكوك فيه باش تسهل العملية. قلبات في الملفات ديال الآباء اللي ديكلاراو بالاختفاء ديال ولادهم باش تقارن نتائج الحمض النووي ديال العظام معهم. النتيجة فعلا ساهمت بشكل كبير في تحديد المكان اللي ممكن يتم البحث فيه. النتيجة كانت هي 3 ديال الولاد تنطابق الحمض النووي ديالهم مع 3 ديال الآباء واللي كانوا بلغوا على اختفاء ولادهم. الأهم هنا أن القاسم المشترك بين دوك 3 د الولاد هو أنهم كيخدموا في المحطة الطرقية ديال تارودانت. شي كيبيع الميكا، شي عنده كروسة كيهز بها الحقائب ديال المسافرين، شي كيبيع الديتاي. هنا بطبيعة الحال الأمن جمع المعطى ديال سميت الحاضر أو الهادي مع المكان اللي هو المحطة الطرقية وبدات المراقبة في هدوء تام دون إثارة أي شكوك. الأمور كانت طبيعية في المحطة لأنهم راهنوا على المجرم يقدر يرتكب خطأ وياخذ الطفل من المحطة ويشدوه متلبس. بعد مرور أيام المراقبة ورصد تحركات جميع العاملين والمرتفقين ديال المحطة، الشرطة انتقلت للخطوة الثانية واللي هي يقلبوا على شخص خدام في المحطة وكيحمل نفس الاسم. لقاو فعلا واحد السيد سميتو نجيب الحاضي. هاد الشخص كان خدام كورتي في الكيران وبداو كيدرسوا التحركات ديالو من بعيد وبلا ما يحس او يشك. بان ليهم بعد مده رجل طبيعي. هنا انتقلوا لمرحله المواجهه والاستنطاق مع نجيب. بعد ساعات من الحوار وتطويقه بالاسئله كتأكد الشرطة أن السيد بعيد كل البعد عن دائرة الشبهة. قبل ما يساليو معاه الاستنطاق كان آخر سؤال تطرح عليه: واش كتعرف شي حد عنده نفس الكنية وكيخدم في المحطة؟
نجيب هنا وبدون تردد كيقول لهم كاين خويا عبد العالي الحاضي كان داير كروسه ديال الماكله وكان خدام هنا، لكن السلطه المحليه منعت عليهم مؤخرا يخدموا بشكل عشوائي في المحطه. طلبوا منه يحدد لهم المكان فين كيسكن، قال لهم ساكن في واحد الحوش قريب نيت من المحطه. هذه الجمله ديال قريب من المحطه دخلت اول خيط شك عند المحققين. قال لهم ان هذا الحوش ديال شي حد من العائله وانه باني وسط واحد البراكه صغيره كينعس فيها. اتجهت عناصر الشرطه مباشره للحوش، دقات عليه وحل لهم وقال واحد الجمله غريبه. فاش شاف رجال الامن قال لهم واخيرا جيتوا تريحوني من العذاب اللي عايش فيه. رغم ان هذا كان دليل ثاني من الشرطه بطبيعه الحال خاصها دلائل كافيه وملموسه زائد اقرار واعتراف صريح ديال عبد العالي بارتكاب الجريمه. دخلت عناصر الشرطه للحوش، بداو كيقلبوا. اولا لقاو الارض مختلف اللون ديالها ومناطق فيها تراب ما شادش مزيان في الارض، بمعنى غالبا التربه ديالها كانت كتحفر. بداو كيحفروا شويه لقاو ملابس كثار. سولوه ديال من هاد الحوايج قال لهم ديالي، مي الحوايج كانوا صغار عليه بزاف. حتى لهاد اللحظه مازال ما كاينش شي دليل مقنع وحتى هو مازال كيتفادى الاعتراف. من بعد البحث ايضا كيلقاو مذكره قلبوها، لقاو الورقه ديال يوم 12 مقطعه. بعد التحقيق وتطويق عبد العالي بهاد الدلائل اعترف بارتكابه لهاد الجرائم كلها، وانه من بعد المده اللي دوز هو كيغتصب الاطفال وكيدفنهم في الحوش، واللي ربما الا بقاو الجثث في الحوش كان غيكون صعيب تكتشف القضيه. لكن كما كيقول المثل المغربي الروح عزيزه عند الله، او كما كيتقال في مجال الجريمه ما كايناش شي جريمه كامله. قال عبد العالي انه سمع ان مول الحوش غيجيو يبنيه، وهو عارف ان في البني راه ضروري غيتحفر الساس وهنا اكيد غيلقاو الجثث. قرر عبد العالي يجبد بقايا الهياكل ديال الضحايا ويلوحهم في شي بلاصه. اختار عبد العالي الواد الواعر اللي نسبيا قريب من الحوش، وصرح انه ما قدرش ياخذ الهياكل العظميه واحد المره حيت كانوا تقال وبالتالي لحهم على 2 مرات. اعترف ايضا انه اغتصب وقتل قاصر كيبلغ من العمر 17 سنه قبل من هاد الجرائم ديال الحوش. رمى الجثه ديالو في مطرح النفايات، واللي كانت هاد الجريمه هزات تردانت ايضا شحال هادي واللي تسجلات باسم مجهول. فاش تطرح عليه السؤال علاش ارتكب هاد الجرائم، جاوب في البدايه ان الطفوله ديالو كانت صعيبه وان والديه تفارقوا وهو باقي صغير، ومن بعد مو ماتت وكان متعلق بها بزاف، وبا خلاه ومشى يسكن مع مرا اخرى في منطقه بن سرقه واكادير. وقال ايضا ان في واحد الزياره لمرات با هو باقي طفل تعاملات معه بطريقه خايبه، وفاش خرج يرجع لتردان تعرض لاغتصاب من طرف مجموعه من دراري الشمكاره، وكل ليله كيحلم بهم والعنف اللي مارسوه عليه. هنا قرر ينتقم من المراهقين اللي ضاصرين على حد قوله، اللي كيعزز ادعاءه ان مراهق كان بغى يغتصبه ويقتلوه لكن حس به ظريف وقرر باش يطلقوه لانه قال ماشي هاد النوعيه ديال المراهقين اللي بغيت ننتقم منهم. اعترف ايضا ان طريقه اغرار المراهقين هي التعامل مزيان معهم، وكان كيعطي الضحايا الماكله فابور حتى يطمئنوا ليه عاد يديهم. تحكم على عبد العالي بالاعدام شنقا، والاعدام ما تيتنفذ في المغرب لان المغرب موقع على اتفاقيات دوليه لمنع عقوبه الاعدام، رغم ان القانون الجنائي المغربي فيه الاعدام. بعد مده المحكمه قررت نقص ليه العقوبه ل 25 سنه. تحكم ايضا على جارو اللي حدا الحوش بالسجن 4 أشهر نافذه بسبب عدم التبليغ، لانه كان كيشوف عبد العالي يدخل مراهقين واخا ما كانش عارف واش كان كيغتصبهم وكيصفيها لهم. عبد العالي مات في السجن بأسفي نتيجة مرض في 6 ماي 2022 واللي كان نهار الجمعة، وكيشهدوا الزملاء ديالو في السجن انه توفى في اخر ايامه متعبدا في شهر رمضان. وهنا ضروري نطرح مجموعة من الاسئلة. واش عبد العالي مجرم لانه مجرم او هو نتيجة مجتمع وظروف؟ واش كان كيستحق تخفيض العقوبة؟ واش مبرر الإجرام اللي عطانا طفولة قاسية تعرض لاغتصاب هو مبرر كافي باش نتعاطفوا معاه؟ شحال من طفل الآن كيتعرض لأمور قاسية وما كيلقاش حتى مساندة، واللي ممكن يصبح سفاح شي مدينة في المستقبل؟ وفاش كنكونوا عارفين أن الأطفال اللي تعرضوا لظروف قاسية ممكن يصبحوا مجرمين، شكون غيكون في هذه الحالة مسؤول؟ واش الأسرة، المجتمع المدني، الإعلام أو الدولة؟ أو هي مسؤولية مشتركين فيها جميع، واللي ممكن أي واحد فينا يكون ولد مجرم في المستقبل أو ضحية؟